السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هننضف مع بعض طاسة الآلية اللي في بيوتنا كلنا طبعا. احنا كل بيت في مصر ليه طاسة للآلية بتبقى بالمنظر ده. طبعا انا هوريكم شكلها اكتر من كده. بصوا، حالتها صعبة جدا، بقالها 16 سنة. شكلها صعب، هي وطاسة تانية. بصوا المنظر صعب صعب جدا. انا فكرت في الاول وقلنا نحطها في في الفرن الكهرباء، وهنشوف وهنشوف كده اخرها ايه، هتنضف ولا مش هتنضف. طبعا قعدت كتير في الفرن جدا، وزي ما انتوا شايفين بجرب كده بالشوكة بتنزل دهون، بس مش ده اللي انا عايزاه. وقعدت فترة طويلة مشغلة العين فوق وتحت واعلى نار، وقعدت حوالي 5 ساعات. طبعا هنا زوجي كان بينضفها بعد ما خرجت من الفرن. حاول على قد ما يقدر، يعني هي برضو طبعا نطفت بس مش النظافة اللي انا عايزاها. هو فضل ينظف فيها شوية وبعدين قال لي كملي انت بقى. وهنشوف مع بعض عملنا ايه. طبعا احنا وشال منها جزء برضو كويس زي ما انتوا شايفين كده. كل الزوايد الخارجية اللي بره بالسكينة اهو زي ما انتوا شايفين. وكمان بعد كده جبنا اللي هي المقطع بتاع البسبوسة ده، وابتدينا ان احنا نكحت بيه اهو. هنا السكينة، كل الزوايد اللي كانت يعني كتيرة قوي دي اتشالت زي ما انتوا شايفين كده. بصوا، هي بصراحة انا مش هكذب عليكم، هي خدت وقت وخدت مجهود كبير جدا، بس النهاية كانت حلوة. يعني انت ممكن تتسلي فيها على يومين، يعني مش شرط تخلصيها في يوم. طبعا وبتخلي الدنيا حواليكي صعبة جدا، قشور دهون كتيرة طالعة كتيرة بشكل فظيع، ممكن تتنطر على عينك. طبعا وسخت لنا البوتاجاز والحوض والأرض. يستحسن طبعا تلم الأرضية. خلاص، دي بقى الطاسة التانية اللي أنا وريتها لكم، هوريها لكم في آخر الفيديو. دي بقى أنا عملت فيها، أنا حطيتها على عين البوتاجاز من فوق، ده كان أحسن حل. ده شالت الدهون ما شاء الله. بصوا بالسكينة اهي دي الطاسة دي بقى لها سنين، بس مش زي الأولى. يعني الطاسة الأولى بقى لها 16 سنة، دي بقى لها أقل شوية، بس برضو كانت مليانة زيوت ودهون. وبالسكينة بتطلع لما حطيتها على النار ما شاء الله، النار بجد فورت كل الدهون اللي انتوا شايفينها دي. طبعا زي ما انتوا شايفين هي كانت تيفال، من جوه سودا ومن بره حمرا كده. خلاص، طبعا احنا بنشيل الطبقة الخارجية، والله بتتشال بسهولة جدا. لما اتحطت على النار كان الموضوع سهل كتير كتير. ده المقطع بتاع البسبوسة اللي انا قلتلكم عليه، برضو بيشيل معايا حلو جدا، بس النتيجة تستاهل. هتحسي انك عملتي حاجة. طبعا كنت متضايقة منها، شكلها وحش، تقيلة وانت بتشيليها كده من كتر الدهون اللي عليها، حاجة صعبة قوي قوي. انا طبعا جربت لها خلطات كتيرة قبل كده، وطبعا كله فشل فشل ذريع. منها البطاطس مع الكربونات ومع الحاجات مع الليمون، ملح الليمون في مية مغلية وبيتها، كل ده منفعش بالمرة. هي دي على النار ما شاء الله فورت الدهون زي ما انتوا شايفين كده، بجد تستاهل التجربة. بصوا، وطبعا بعد كده بعد ما تنضفيها هتبقى ايدك فيها على طول. طبعا بقى اول باول كده مرتين تلاتة، وتبتدي ان انت تغسليها عشان ما ترجعش للشكل ده تاني، ونفضل ننضف بقى ونتعب نفسنا. طبعا انا بعد ما شلت الدهون دي كلها زي ما انتوا شايفين كده، وتأكدت انها خلاص الدهون راحت بالسلكة اللي هي الألمونتان دي اللي هي بتبقى مغلفة، وابتديت ان انا ادعك كويس قوي 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 لحد ما لمعت، وهتشوفوا شكلها في النهاية عامل ازاي. طبعا دي كانت تيفال برضو. بصوا النار بقى فورتها ازاي، انا على النار كده وببتدي ان انا اكحت بالسكينة. طبعا النار فورتها. وخلاص بعد ما نخلص بقى ونتأكد انها خلاص، طبعا احنا هنفضل وراها بالسكينة، وبعدين هنجيب زي ما قلت لكم السلكة الألمونيوم، ونبتدي ان احنا ندعكها كويس قوي قوي. هي طبعا عايزة مجهود شوية. وعايزة اقول لكم برضو من الحلة دي كانت تيفال، يعني من بره لونها نبيتي ومن جوه سودا.
خلاص. بصوا، ما شاء الله النار كالت الدهون. ده الشكل النهائي ليها. يا رب الفكرة دي تكون عجبتكم. ما تنسوش بقى تشتركوا في القناة وتعملوا لي لايك وتسيبوا لي تعليقاتكم الحلوة. بصوا بقى الجمال، بصوا دي كمان الحمرة بقت عاملة ازاي، تحفة بجد. فرق شاسع طبعا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.